بشاير قانون الإيجار القديم اللي هي بدأت تهل بعد حادثة كرداسة وتبادل إطلاق النار بالخرطوش بين ساكن ومستأجر. نجد في المعصرة برضو مالك عقار ألقى البنزيم على أحد المستأجرين وهو يعمل عامل، ولكن قيل طبعا إن هو خلافات مالية. لكن الخلافات المالية إيه بين ساكن ومستأجر؟ يعني دي خلافات اهي ماليه زي ما بيقولوا بين ساكن، لكن التصرف ايه من المالك ان هو سكب عليه البنزين وطبعا تم القبض عليه. بس احنا بنقول اهو بدايات الايجار، قانون الايجار القديم. محدش بقى يقول لنا لا ده كان حلو وجميل وان دي خلافات تانية. لا، الخلافات دي هتطلع على اي حاجه تانية طالما في خلافات. ويا ريت بقى يعني ايه يعني الناس ما تقعدش تدافع في الباطل على هذا القانون اللي هو يعني ظلم ناس كتير، واللي هو لسه نتائجه ابتدت تظهر من خلال ايام من بدء ان هم اعلنوا عن اقراره يعني.